بدا القصة ديالنا مع فيروزارا غيكونوا تيغنيو جاي عندها تيجري جات فيها واحد القرطاسة فاللحظة غادي نشوفو في واحد السجن في باكستان غيكون هادشي غير شي حلم وهذه هي المحامية سميتها سامية إنسانة ظريفة تتعاون أي واحد محتاج جات عند الأب ديالها في المقبرة زارشو وقالت لي بلي اليوم غادي تاخد أول قضية في المسيرة ديالها تحركات بحال هاد السجن هي تتعمر واحد الطلب ديالها باش تشوف المسجون اللي غادي تدافع عليه غيكون واحد مميطيج مطلع عليها حيت ديك الوقيته كانوا المحاميين قلال وساميه ما غاديش تسوق الهضر شو عمرات ديك الورقه وهما غاديين عند داك المسجون قال لها بلي هاد المسجون راه ما تيهضرش وما عمرو شافوا شي واحد وكاع الناس المساجين اللي كاينين هنا تيقولوا لي بلي زايزون هي تقول ليه هي لا سكتينا حتى انت وريتينا فين كاين وصلوا عنده الزنزانه ديالو غادي يطلع هاد المسجون اللي جاي يدافع عليه هو فيه ساميه من شافت حالته تصدمات بزاف وكان مكرفص ديال بصح جلست حداه باش تهضر معاه ولكن ما كانش يرد عليها هنا بدات تقرب لي قالت لي بلي هذه اول قضيه في حياتها ومحتاجه تربحها بس سكت هذوك اللي تيضحكوا عليها حيت هي تما تحاول تهضر معاه ولكن حتى فقدت الامل كانت خارجه بحالها حتى سمعوا واحد الطياره دايزه فوق الحبس هو يقول لها النوع ديالها والسرعه باش غاده ساميه ملي سمعاتو تيهضر تصدمات جبدات الجهاز اللي عندها ديال التسجيل وهو يبدا يعاود لها القصه ديالو قبل 22 عام اللي كان بيلوت في الجيش الهندي والمهمه ديالو هي يعتق الناس وواحد النهار داير جوله كيف ديما غادي يضرب على شي وحدين واحدين وسط الثلج هبط عتقهم من بعد 3 ايام غادي تقلب حياته بسبب واحد البنت وديك البنت هي زارا الله فايقه من نعاس في دارهم في باكستان فايقه صاحبتها سميتها شابو باش توجد راسها حيت العرس ديالها ما بقاليش بزاف حيت اصلا خاصها تولف تفيق بكري حيت مورا الزواج خاصها تبدا تفيق بكري باش توجد راجلها الفطور قبل ما يمشي للخدمه ديالو مورا داكشي غادي نشوفوا الدكتور مع مود ديال زارا غيقول لها بلي جداتها مريضه بزاف وما عرفاش واش تصبح ولا لا طلبات منه غادي يهضر بشويه الا سمعتها زهره غادي تحزن بزاف وفي هاد اللحظه غتكون زهره واقفه عليهم وتكون سمعت كلشي مشات تجري عند جداتها تشوفها وبالفعل قريبه جداتها تموت ريحات حداها زهره يلا جداتها تتوصيها قبل ما تموت يحرقوا الجثه ديالها تهز الرماد ديالها ديال الهند حيت تماك تزادت وديك الساعه مول الامانه غدا امانته مورا جده ما ماتت حرقوها غزات زهره الرماد ديالها وجدات الطريق الهند مع فاتو الهند الحدود ديالها تقلب بهم الكار في الجبل جات الفرقه هنديه تعتقهم من بين دوك الجنود اللي غادي يعتقهم باغي يكون معاهم فير هو مطلع من ديك الحافه وهو يزلق عليها الصاك ديالها اللي فيه الرماد ديك الساعه بدات تتغوت عليه وتقول لي بلي نزلها والدعوه كانت خطيره بزاف فيه تردت في الاول شويه ولكن من لصقاتو قرر يهبطها خدات الصاك ديالها ومن طلعوا بدا تيسمع الهضره حيت غامر بحياته جوج المرات وعلى قبلهم موراها شي اتصلت بالام ديالها زارات ما اناش عليها بلي ما كانش عارفها مسافره وقالت لها بلي غادي تلوح الرباط ديال جداتها وغادي ترجع مامي سمعتها كاينه في الهند صدمات ولكن ما عندها ما دير طلبات منها دوح الرباط بالزربه وترجع حيت الا جابوها وما لقاهاش ولقاها في الهند غادي يقلب عليها الدنيا كامله وهنا في نفس الوقت يكون فير خدا كونجي وغادي يهبط القريه ديالو باش يشوف والديه وهو مدوز الليله في المحطه حيت الكيران ما تيتحركوا حتى 6 ديال الصباح وهي توقف عليه زهره اللي وقع ليه مع البلان سولها شنو بغات وطلبت منه السماحه حيت خلاتو يهبط جوج المرات وشرحات لي علاش دات هكا باش تجيب الصاك حيت فيه الرماد ديال جداتها ومورها تحركات وفي الصباح غادي نشوفوا الناس يجريو باش يركبوا في الكار هي زهره تزاحم معاهم باش تركب ولكن في الاخير ركبت الفوق طلع عليها فير من الشرجم بانت ليه هويه طلع عندها ريح حداها وقال لها بلي غادي يوصلها للبلاصه اللي غادا دير ليها الرماد ومن تماك غادي يدوز القريه ديالو وبقاو تيهضروا مع بعضياتهم وحبيبنا الشاروخه مره تيمزكنا ما حسوش بالطريق حيت كانوا مستمتعين بها وعايشين الحياه وصلوا ديك البلاصه اللي وصلتهم عليها جداتها لاحت هي وفي الرماد وفي العشيه غادي نشوفوا بغا يقطع لها في المحطه ديال الكيران كراتو زارا حيت مشى معاها ووعداتو ما تمشي ما ينحش حقق ليه داكشي يطلب منها خونا في هاد الوقيته غيكون زعط فيها حبيبنا الشاروخان وما بغاهاش تمشي قال لها بلي هو دوز معاها نهار حتى هي بغا دوز معاها نهار زارا وافقات ديك الساعه شدوا الطريق مختصره للقريه ديالهم الدراري ديال القريه شافوا جاي فرحوا بزاف وواحد المبطبط ضرب عليه مع زارا ودخل القريه تيجري قال لهم بلي فيرجا هو وخطيبه ديالو اخبار وصلت عند الام ديالو كعاد حيت مشى خطب بالاخبارها مشات تجري قالت الاب ديالو مع با سمع هادشي هز واحد العصا ومشى تيجري ليه الله بغى يسلخو ويشرح ليه بلي ما كاين لا خطبه لا والو هادي غير ضيفه جابها معاه تسلم عليهم حيت اعتقها وحيت والديها عرفوها من باكستان رحبوا بها خداوها معاهم من الدار مو كتتقاد لها شعرها بدات تعاود لها على فير هنا غادي نعرفوا بلي فير يتيم وبلي هي وراجلها غير مربينو سالات ليها شعرها وقالت لها في الليل غادي تمشيو عندها واحد المهرجان وضروري تمشي معاهم
قالت لها بلي زهره بلي ما عندها ما تلبس، قالت لها بلي هي غادي تعطيها واحد الكسوه ديالها. مورا هادشي هزها معاها با تفير بالبيكاره وضرب بها دويره في الفقريه ديالهم. بدا تيعاود لها قال لي بلي هما اول واحد يسكنوا في هاد القريه وهما اللي بناو بزاف ديال البلايص، ومنهم السبيطار ومدرسه وحتى الضو هما اللي دخلوه لهاد القريه. سولاتو شكون كان تيقري في هاد المدرسه في الاول، قال لها بلي كان تيقري هو مرشو، ومن بعد ولينا تنصيفطوا الدراري يكملوا قرايتهم في المدينه ويرجعوا يولوا يقريو في المدرسه. سولاتو على حتى البنات واش تيقراو، قال لها لا، حنا غيبان لينا في وجهها ما عجباش الحال. قالت لي بلي حتى هما من حقهم يقراو، وفي الليل هما محتفلين قالوا الناس ديال القريه بلي غادي يبنيو واحد المدرسه للبنات حتى هما ولاو يقراو، حيت اول حاجه غادي تحط زهره هي اللي مولات الفكره. وداروا دوك الطقوس ديالهم، حطات ديك الحجره وفي الصباح غادي نشوفوا بات فيه في السطح. جا عنده فيه قال لي شنو تدير بوحدك هنا في السطح، قال لي تنستمتع بالانجازات ديالي اللي درت في هذه القريه. مورا تيسحب لي بلي درت فيها كلشي كاع داكشي اللي خاص، ولكن من جات زهره فكراتني بلي خاص ندير بزاف د الحوايج اللي منهم نقريو البنات، ولكن خايف لا نموت قبل ما نكمل هذه المدرسه. قال لي فير بلي مازال غادي تعيش، وكاع على متي انا اللي غادي نكمل داكشي اللي بديته. عجباتو الهضره ديال فير واقترح لي يتزوج بزهره حيت هي اللي غادي تعاونو في هذه المهمه. حاول فير يشرح للبا بلي هو هندويه باكستانيه، قال لي با بلا ما تبقى تعطيني في الاعذار حيت باينه من وجهك بلي تتبغيها، ودابا هي غادي تمشي تقولها ليها ولا انا اللي غادي نمشي نقولها لها. فير اقتنع بالهضره ديال با وقال لي بلي هو اللي غادي يمشي يقولها ليها. فير جمع حوايجو غادي يرجع حيت كان جاي على ود داك المهرجان اللي داروا في القريه، ودع عائلته وتحرك وشاد الطريق هو وزهره غاديين. زهره تبان لينا فرحانه بزاف معاه، وهي تتفكروا على داك اليوم اللي دوزات مع زوينه وهي تلوى ليها رجليها. ديك الساعه فير حيد لها داك الخلخال اللي في رجليها وخلاها عنده باش ما يطيحش ليها. وهو يهزها من بعد مده ديال الطريق، وصلوا لاكار هما داخلين. واحد اللحظه غادي تلاقى مع خطيب اللي سميتو رازا، جا سلم عليها قال لهم بلي من مورا ما عرف من الام ديالها بلي جات ليه تلوح الرماد ديال جداتها تبعها باش يرجع معاه. عرفاتو على فير قالت لي بلي هو اللي عشقها فاش تقلب بهم الكار. سلم عليه. فير اخر حاجه هي باللي كان عارفه باللي تكون مخطوبه تصدم بزاف حيت ولا تيبغيها وهو مريح في الكرسي في لاكار. جات طلبات منه السماح حيت من قالتليش باللي هي مخطوبه. رد عليها قال لها باللي اهم حاجه خصو يعرف هي هذه حيت ولا تيبغيها بزاف حتى هي تتبغي. كان ممكن يتزوجوا في الاخر. قال لها باللي الا كانت خاصها شي حاجه تقلب عليه ودعها هي وخطيبه وتحرك بحاله. تيبان لنا في وجهه مدمر. الله بعد منها شويه تفكر باللي نسات عنده الخلخال ديالها. وهنا غادي نرجعوا للوقت الحالي، غادي نشوفوا فيرس هاد الخلخال ديالها في يده، وغنشوفوا الحارس تيحط الماكله للفير وتيقول للحارس بلي ساميه سالت الزياره. وساميه قالت للفير بلي غادي غدا غادي ترجع عنده باش يكمل لها القصه ديالو، ودعاتو وتحركات بحالها. وبالفعل نهار اخر غادي توصل الوقيته ديال الزياره، غادي نشوفوا جايبه معها شي ماكله صيفطاتها معها الام ديالها الفير. قالت لي باللي عاودت الام ديالها القصه ديالك مع زهره وبقى فيها الحال بزاف حيت القصه ديالكم سالات في لاكار. وغيقول لها فير شكون قال لك باللي سالات في لاكار، بالعكس ديك الساعه الله بدات القصه ديالنا وغادي يكمل ليها. وهنا غادي نرجعوا واحد فلاش باك مره اخرى، وهذا خان بوات زهره، وهذا صاحبو عبدو بوات خطيب ديال زهره، هو مول الفكره ديال يزوجوا ولادهم باش يتحدوا. زهره منها رجعت من الهند وهي ما تتشوفش خطيبها وهادشي قلق باها بزاف. امها تتوجد سولاتها علاش ما بقاش باغا تشوف الخطيب ديالها، قالت لها باللي تتبغي واحد اخر سميتو فيه. مامي سمعت هادشي تصدمات وطلبات منها ما تجبدش هاد الهضره قدام با الا عرف غادي يصفيها ليها. جا النهار ديال الخطوبه قبل ما تخرج زهره للحفله غادي نشوفوها مع با وتيعاود ليها على جدها. ميكي كان اكبر سياسيين ولكن ما قدرش يوصل للحزب ديالو للحكم قبل ما يموت. من ورا الموت ديالو قرر يكمل داكشي اللي خلاه باه، ولكن العقبه الوحيده اللي قدامه هو عبدو بات زرازه، وقرر يتناسب معاه باش يوليو عائله وحده. داكشي باش يحيدو من الطريق. ومن فوق هادشي دعمو من ورا هاد الهضره هبطوا الخطوبه، والناس يشطحوا ناشطين وهي تتخيل زهره في الفير بكاع البلايص وما قدرش تحيدو من راسها ومن بالها. حتى من مورا رساله والحفله بقات يومين تتخيلوا معاها وهو تيغني ليا. عيات ما تصبر. في الاخر مشات عاودت هادشي لصاحبتها اللي سميتها شابو. ديك الساعه مشات تجري تتصل بالفير وقالت لي باللي زهره بغي وما باغا تزوج برازا. فير ما سمع الهضره قدام استقالو ديك الساعه حيت ما غيقدرش يدخل باكستان حيت هو عضو في الجيش. وديك الساعه شد الطريق عندها لباكستان. مع وصل تماك لقى شابو تتسناه تماك. خداش لواحد الغرفه خداشها ليه، عرفاتو على خوها سميتو منير باش الا حتى شي حاجه يجيبها ليه. وقبل ما نمشي قالت لي بلي زهره ما غتقدرش تخرج من الدار حيت العرس ديالها قرب. داكشي خاصو يدير شي حاجه باش يوقفهم. جا النهار ديال العرس ديالها كلشي كان تيبان فرحان متحمس لهاد الزواج الا زهره حيت كانت كاعيه حيت ما كانش مرتاحه وما باغاش تزوج
برازا يلا بداو المراسم وهو يدخل الفير. زهرة مع شافتو سمحات في كلشي ومشات تجري عنده عنقاتو وكاع الناس اللي كاينين تماك تصدموا. بام ديك اللحظة هو شاد الفراش ما قدرش يتحمل ديك الشوا اللي دارت لبنتو اللي دارت. من بعد ايام جا عبدو عند ايمان مرت خان قال لها بلي خاص يكملوا الزواج. قالت لي واخا ولدك عرف بلي زهرة تبغي واحد اخر وباغي يتزوج بها. رد عليها قال لها بلي كيدير هادشي على قبلو وعلى قبل المستقبل ديال الحزب ديالهم. وما بغاش الناس يقولوا بلي بنت صاحبو من باكستان زوجات هندي. في العشيه مشات عند فير عاودت لي داكشي اللي وقع راجلها وطلبت منه يبعد على زهره ويقنعها تزوج برازا حيت الا تزوجات بها با ما يقدرش يتحمل داكشي وممكن غادي يموت. فير ما بغاش يكون السبب في الموت ديال با. داكشي علاش نهار اخر غادي يتلاقى بزهره وقنعها باش تزوج برازا على ودة الاب ديالها. قال لها حتى هو غادي يرجع يقابل القريه ديالو كيف ما وصى باه. وفي الاخر عنقاتو بداو تيبكيو شويه كل واحد في الطريق ديالو. فير غيكون غادي بحالو مشات عندو الام ديال زهره علقات لي شي حاجه في يدو وشكراتو على هادشي اللي دار معاها وودعاتو. وهنا غادي تبدا القصه ديال فير. كون غادي شاد الطريق في الكار وقفوا عليه البوليس شدوه خداو القسم ديال الشرطه عطاو واحد المحضر يسني عليه. قرا لقاو بلي بغاو يلصقوا ليه بلي هو جاسوس هندي وجا لباكستان باش ياخد شي معلومات. حاول يشرح لهم بلي جا يزور شي حد. قالوا لي شكون هاد الحد وما بغاش يقول لهم بلي جا عند زهره الحفاظ على السمعه ديالو. في هاد اللحظه غادي يدخل رازا هو غيكون مستغل النفوذ ديال بواه باش يطيح فيه في هاد الفخ. قال لي واش تصحاب لك بلي غادي تعلقني يا مرتي قدام الناس كاملين وغادي نخليك تمشي هكا. دابا انت متهم باللي راك جاسوس. الا قلتي باللي جيتي تزور زهره غادي تمشي انت وياه بجوج بنفس التهمه. وراه بلي انا عارفك بلي تتبغيها وما غتقدرش تشوفها تتعذب. داكشي علاش غادي تسني على دوك الوراق اللي قدامك. في الاخير خليها تماك وتحرك. نهار اخر غادي نشوفوهم دايرين العرس. كيتبان لينا بلي زهره في وجهها ما عجبهاش الحال ولكن ضاغطه على راسها ودايره هادشي على قبل با. في نفس الوقت فير تسينا على الورق ودخل الحبس باش ما يجرش مع زهره اكثر من هادشي. الكار اللي كان راجع لهند رازا فرقعو ودار سميت فيه وسط الضحايا باش يوهم كاع الناس اللي تيعرفوه باللي مات ويقطعوا ديك الفكره باللي شي نهار غيقلب عليه شي واحد ولا يحاول يخرجوا من الحبس. وانا رجعوا للوقت الحالي نسمع سامي هادشي اللي وقع ليه. دوز مده طويله في الحبس على قبل زهره ووعداتو باللي غادي دير جهدها كامل باش تخرجوا من هنا. نهار اخر غادي نشوفوها مع القاضي قدمت بلاغ باش يفتحوا قضيه فير مره اخرى باش يبحثوا فيها اكثر من هذا. وغادي يدخل داكار مدافع على الحق المدني بالدارجه ديالنا مغرق. قال لي القاضي غدا بلي غادي تكون هي الجلسه وهما خارجين من تماك. المساعد ديالها مستغرب بلي معروف بلي داكار جاي يترافع على بحال هاد القضايا حيت هو اصلا تيكون غير في القضايا الكبار وما عمرو خسر شي وحده. في العشيه غادي نشوفوها معاه في المكتب ديال داكار وغادي نعرفوا بلي كانت خدامه معاه واستقلات حيت هو مخلوط. قالت لي بلي حاول ولو مره وحده توقف مع المظلوم ولكن خونا ما مسوق ليها وما بغاش يتسمع لهضرتها. وهي تقول لي بلي وجد راسك بلي غادي تخسر اول قضيه في حياتك. ونهار اخر خدات الماكله لفيه بحال ديما وهي مريحه معاه وهي تسولو علاش تعاق فيها وعاود ليها القصه ديالو. قال لها بلي انت الوحيده اللي متيقاني بلي انا بريء وهي تتواعدوا بلي غادي تخرجوا من هنا. وطلب منها بلي ما تجبد لا زهره لا عائلتها ووعداتو حتى هي دير هادشي وتحركات. نهار اخر غادي نشوفوها في المحكمه وغادي يدخلوا الناس وغادي يدخل فير. وهذه اول مره غادي يخرج من الزنزانه ديالو اللي دوز فيها 22 عام. وبدات الجلسه وبدا داكار تيقول القاضي بلي هاد الراكاش بلي جاسوس وخاص ياخد اعدام بلاصه ما مؤبد. هذا سميت راكاش لصقوا عليه في المحضر مع البوليس. الا جا شي واحد يقلب عليه ما غيلقاش. طلبت ساميه من الضابط اللي اعتقلوا شهد اول وقال لهم بلي من اعتقلوا لقى في الباسبور ديالو بلي سميتو فير ولكن هو بيدو وقع على المحضر وعشر بلي سميتو راكاش. والدنيا مقلوبه شي تيقول بلي مظلوم شي تيقول بلي هو مذنب. ونشوفو فير سارح وما مسوق شنو واقع. طلع الحارس ديال السجن وشهد قال لهم بلي فير دوز 22 سنه وما عمرو دار مشاكل ولا جبد صداع. وطلب من القاضي يطلقوا ويرجعوا لبلادو. وقال داكار قاضي بلي الحارس خان بلادو وتيدافع على مجرم. بقى القاضي تيفكر شويه وفي الاخير اجل الجلسه السيمانه الجايه باش يبحثوا في القضيه اكثر. ومن هنا ساميه ما بقى عندها حتى شي حل من غير تدخل زهره في القضيه. طلبات من فير هادشي ولكن ما بغاش. صبرت 22 عام ما غاديش حتى لدابا وندخلها في هادشي. ساميه اقتنعت بالهضره ديالو. ونهار اخر غادي نشوفوها مشات للقريه ديالو باش تشوف ام ديال فير وباه. غتقول لهم بلي فير مازال عايش ولكن من وصلت تماك عرفت منه واحد الصاد بلي ماتوا والديه شحال هادي. مشات للدار ديالهم لقات بلي ولات مدرسه ووليدات تيقراو فيها. هي خارجه فاقده الامام من تماك
سمعت شي واحد من التلاميذ تيعيط على زهرة دارت موراه هنا غادي نشوفو بلي زهرة وشابو كاينين هنا. قالت سامية شابو سميت زهرة كامل عرفت من عند فير. هي هادي قالت ليها سولاتها شنو تدير هنا، جاوباتها بلي من نهار عرفت الخبار ديال الموت ديال فير حبسات داك الزواج وجات هنا باش تكمل داكشي اللي خلى باد فير. كانت مرة تزور دارهم في باكستان ولكن ماتوا استقرت هنا. هنا سامية من سمعت هادشي قررت تخالف الوعد ديال اللي عطات لفير وعاودت لزارا كلشي. النهار ديال الجلسة سامية تعطلت بزاف. فير قال بلي تخلات عليه سامية وهي داخلة مع زارا وهادي غادي تكون أول مرة غادي يشوفوا بعضياتهم من بعد 22 عام. طلعت زارا شهدات وتبتات بلي سميتو فير. قبل 22 عام جا زار زارا هنا حكم القاضي بالبراءة ديال فير بحال سامية أول قضية ليها. ناض فير كان فرحان حيت لاقى زارا وتبتت البراءة ديالو. سامية قال للناس بلي كان فاقد الامل حتى نزلات عليه سامية بحال شي ملاك. سامية اطرات في هاد الهضره ديال فير ديالو بدات تبكي وناض كلشي تصفق ليها. في الاخير خرج فير وزارة من المحكمة وجدوا الطريق لهند باش يكملوا حياتهم في الدار ديال والديه ويكملوا داكشي اللي بداو. حتى لهنا تتسالي القصه ديالنا. ما تنساش معاك لايك كومونتير